صباح الخير حبايب قلبي، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونون بخير وصحة وعافية وسلامة يا رب. رجعت لكم فيديو جديد بعد انقطاع، وحبيت اطل عليكم بهذا الفيديو التحفيزي وترفيهي بنفس الوقت. المهم قبل لا نبلش بالفيديو خلونا نصلي على محمد وآل محمد وبعدها نبدي. بالبداية كانت هنا الدنيا كلش باردة ومغيمة، والجو الدنيا تريد تمطر كأنما، بس اضطريت أغسل هذا المفرش لأنه تعرفون أنا عندي أطفال ويوسخوه، فمو مال أمسحه وشي، يعني لازم أغسله. طلعته برا ونقعته وغسلته مثل ما تشوفون بهذه المكنسة والزاهي، وغسلته. وفد مرة همين غسلت الطارمة وياه، لأنه غسلت هذا المفرش همين وياها، اللي هي هاي اللي نخليها بالقاع الدواسة العفو. المهم غسلتهم وغسلت الطارمة وياهم، وبعدين دخلت لي جوا. طبعا الدنيا كانت كلش باردة، بس يعني الطارمة كانت تحتاج انه تنغسل، فكملت الشغل برا وبعدين دخلت حتى أكمل شغل جوا. طبعا بما أنه عندنا هواية شغل، فحبيت أخلي هذه الخلطة الشعري. طبعا هي خلطة مستخدميها أختي، يعني مستخدمتها وطتني إياها حتى أجربها لأنه شافت عليها فرق حلو، فحبيت أستخدمها. فقلت مدام بعد اليوم بدايته خليني أخليها على ما أكمل شغلي، يلا أغسلها ونشوف النتيجة. هي تستخدم مرتين بالأسبوع وتبقى على الشعر لمدة ساعتين، فقلت خليني أستخدمها وعلى ما أكمل شغلي أطب أغسل. المهم خليتها وبعدين كملت باقي شغلي. هنا أنا إذا تذكرون الاستقبال مالتي كنت أصور بيها، طبعا حيل ارتاحت من فصلتها عن الصالة، لأنه ظلت نظيفة على طول، والأطفال قليل بعد ما يطبوا لها. يعني مجرد هيك يطبوا لها، يغافلون ويطبوا لها هيك يخربون وشي، بس هي نظيفة يعني، بس مكركبة يعني ما بيها وساخة وشي. المهم طبيت عزلتها، وكنت تاني كان ستها قبل يوم ورتبتها وبس، يعني ما بيها هي شي، كانت نظيفة. بس مجرد هذين الفروات هاني خليتهن من جان الشتاء، خليتهم يعني هيك ديكور شتوي، لأنه حلو شكل منظر الفرو بالبيت. المهم هنا أنا كنت أنا مخلية على هذا الميز شمعة ومبخرة وهاي السوالف الشغلات الحلوة، بس لأنه عندي أطفال وأطفالي ما يخلون شي ما يلعبون بيه، فاضطريت أشيلهم وبقت بس هذه. كملتها ترتيب، وبعدين همين خليت الميز هذا الطاولة خليتها بالوسط تصير أحلى يعني. طبعا أنا هذه هنا أنا عندي فراش إلها الاستقبال، بس ما فرشت الفراش الثقيل مالتها لأنه بعد أصلا من أقعد بيها يعني، فخليت لها مفرش خفيف حتى أقدر أشيله وأرجعه من أنظف وأكنس. وخليت الطاولة بالوسط هيك صار شكلها أحلى، لأنه هناك عندي طبلات، وهذا هي شكلها مال الاستقبال مالتي. ارتاحت من عندها وبقت هي بس للخطار، احنا ما نقعد بيها لأنه صارت الصالة هي بيها قعدتنا وهي بيها تخم همينة. وهنا لا تخترعون من الهوسة مثل ما أنا اخترعت، لأن عادي يعني يوميا من نقعد الصبح ألقي هاي الصالة مقلوبة قلاب، رغم أنا نظفها بالليل. بس تعرفون بعد ما يحتاج أقول بيت اللي بيه أطفال أبد، يعني لازم ورا واحد ينظف وراهم. وبس اللي عندها من هذا الكاربت تحس بمعاناتي، حيل يعني مزعج، وما يتنظف بسهولة ويلم وسخ همينة، فيمكن باليوم أكنسه 3-4 مرات. يلا فأنا عزلت هالصالة وشلت من عندها الجودلية وهذا المفرش، والمفرش الثاني غسلته مثل ما شفتوا بالبداية، وكنستها بالمكنسة الكهربائية لأنه كانت عندي وطني، وكملتها ورجعت كل شيء بمكانه. هاي هنا أنا شفت الاستقبال مالتي سويت لها تي بس اديت الوردة. أنا راح نسيم إن أشوف الاستقبال هيك نظيفة ومرتبة ومعزولة همينة. أنا كملت شغلي، بلشت بالغداء. طبعا أنا صورت لكم بالتفصيل، بس للأسف الفيديو منحفظ. سويت هنا تمن عدس، وخليت طبخت وياه تشريب مال لحم أصفر. صورت بالتفصيل، للأسف الفيديو لعبت بيه بنت بالتليفون وراح التصوير، بس عادي مو مشكلة، كلكم تعرفون أنا هذا غدانا البسيط، وإن شاء الله يا رب يسهلنا ويسهمكم ألف عافية. وآخر شيء بهذا الفيديو حبيت أشارككم مشترياتي الشتوية، شاركها وياكم حتى تنطون رأيكم إذا عجبتكم أو لا.
بالبداية اشتريت هذه المنتجات. أول شي هذا المنتج اللي هو مال عرق السوس، اللي هو السيروم والمرطب مالته. بيه هواية فوائد قرأت عنه، فحبيت أجربه وأشوف النتيجة مالته. طبعا بالبداية هو ينخبط ويا أي كريم مرطب يعني عندكم بالبيت، تخلون عليه 3 قطرات من عنده وتخبطوهم سوية وتستخدموهم للبشرة، للتفتيح وللتصبغات وللحبوب وللآثار، يفيد. وعندنا هنا هذا مورد الخدود. طبعا أنا ما أستخدمه للوجه، أستخدمه للأقدام، يعني مورد هو يستخدم للبشرة يعني للخدود وللشفايف وللأقدام، بس أنا لا أخاف أستخدمه على وجهي فأستخدمه بس للأقدام. وأخذت هذا كريم الأساس اللي هو سيسي، هذا الجديد، ودا جربه حيل هو خفيف، يعني تغطيته حيل خفيفة. بس أنا ما أحب أستخدم الشي الثقيل على البشرة، فمرات أستخدمه هذا. وهنا عندنا هذا المقشر اللي بالتمن، يصير شكله مثل الجل. طبعا هنا حاولت أفتحه وما فتح، عاند. المهم شكله مثل الجل، أستخدمه قبل الغسول. وأخيرا هذا الشيء اللي يعني أحبه وأموت عليه وأستخدمه من زمان من زمان، من سنين، اللي هو هذا المغذي مال الشعر، عطره يجنن، واستخدمه ورا الحمام. وهذا السيروم للشفايف همين استخدمته جديد. طبعا هو يصير مثل الجل من تستخدموه يابس، يعني مو سيروم او دهن، لا هو هيك مجرد مثل المي بس جل، يعني تخلوه على الشفا وينشف. واخيرا هذا ورق او كلينس المزيل. انا ما بس استخدمه لإزالة المكياج، لا استخدمه من ارطب وجهي، من اخلي التونر، من اريد اخلي مثلا اي شيء على وجهي او امسح استخدمه. هسه وصلنا للملابس. طبعا حبيت اراويكم هذه القطعة. اول شيء هذا البلوز، شكله كلش حلو، قياسه فري سايز، وهيك تصميمه كلش بسيط، بس مجرد بهذا الشريط الابيض. واخذت هذا القميص الصيفي. طبعا انا رحت اشتري ملابس شتوية بس لقيت شغلة صيفية فعجبتني، فاخذت هذا لان عندي وياها كيلوت هيجي لون وردي. فاخذت هذا القميص، يصير قصير لان الكيلوت طويل. وهذا البنصل الشتوي يصير 3/4، ومن فوق الفيكة مالته هيك يصير فيه قماشة كلش حلو، ويصير هو على الجسم يعني. ولونه اسود، يعني انا ما من الاسود، الاسود هو سيد الالوان. وهم أخذت وياه تراكات، يعني تراكات ترهم للطلعة السريعة، ترهم للبيت، حسب يعني. هذا اللون الأول اللي هو الوردي. حبيت الستايل مال البلوز لأنه عريض فري سايز، وهيك عليه هاي نقشات الحروف وشي. وهذا اللون مال البيجامة صير سادة وكيلوت من جوا عريض. وهذا اللون الثاني اللي هو الأورنج، من البلوزة مالته تصير بيضة وبيها خصال من الوسط يعني، وأمين مرحمين ويا البيجامة مالتها، هم كيلوت بيجامة. كلش عجبني فصاله. بعد انتم تعطونا رأيكم إذا عجبكم أو لا. حبايب قلبي اللي هنا، اللي ما مشتركة بالقناة أو اللي دي يشاهد الفيديو بدون ما يشترك، أتمنى منك إنه تشترك بالقناة وتفعل زر الجرس حتى يصلكم الجديد مني، وحتى تدعموني وتخلوني أستمر وياكم. وأخذت طبعا ذول الشالات الاثنين، اللي هو البنفسجي والبيجي. لهنا حبايبي ينتهي الفيديو اليوم. أتمنى يكون عجبكم ونال رضاكم، ومع ألف سلامة.